والأصدقاء، مكتوب والأصدقاء، والموعد واللقاء، يحكي المعنى كتاب من إلهام السماء. الحكمة في مدى فلنسمع ما روى، ما أجمل ما حوى من أسرار الضياء. مكتوب والأصدقاء، يحكي سير الزمان وما بالماضي كان، هو شاهدنا العيان فاسأل عما تشاء. يحكي سير الزمان وما بالماضي كان، وشاهدنا العيان فاسأل عما تشاء. مكتوب والأصدقاء، مكتوب والأصدقاء، والموعد واللقاء، يحكي المعنى كتاب من إلهام السماء. مكتوب والأصدقاء، يروي للسامعين قول الهادي الأمين، ورسول العالمين وإمام الأنبياء. يروي للسامعين قول الهادي الأمين ورسول العالمين وإمام الأنبياء. مكتوب والأصدقاء. لم تقفين أمام الذئب متعجبة هكذا؟ إنه يذكرني بقصة الذئب الذي كلم الراعي. سارة، الحيوانات لا تكلم الإنس. أعلم، ولكن هناك أمور استثنائية تمثل معجزات حدثت في الماضي ونقلت إلينا. وهل من هذه الأمور ذئب كلم راعياً؟ نعم، لقد سمعت هذه القصة من مكتوب. لم تفعلين هذا يا سارة؟ أفعل ماذا؟ تحاولين أن تشوهي صورة مكتوب أمامي كي تذهبي وحدك للمكتبة ويقرأ لك القصص وحدك. وكيف أشوه صورته أمامك؟ تخبريني أنه أخبرك بمثل هذه الأمور التي لا يمكن أن تحدث، فأعتقد أنه يكذب عليك، فلا أذهب إليه ليقرأ لي مجدداً. ياسمين، أنت تعلمين أن نبي الله سليمان كلمه الهدهد، وهذا ذكر في القرآن. وقد روت لنا المعلمة في المدرسة قصة الهدهد مع سيدنا سليمان، وأنت تعرفينها جيداً، فلما تندهشين الآن عندما أخبرك أن هناك ذئباً كلم راعي غنم؟ لأنك ذكرت نبي الله سليمان، ولكل نبي معجزة، لكن هذا مجرد إنسان بسيط، كيف يكلمه ذئب؟ بدلاً من أن نضيع وقتنا في الجدال، لما لا نذهب إلى مكتوب ليحكي لنا القصة؟ موافقة، هيا بنا، وإن كنت كاذبة فلن نكون أصدقاء بعد اليوم. لا تتحديني أيتها المتهورة. بل سأتحداك كي لا تخدعيني مجدداً. استمع إلي، هذا المكان ليس للخصام بل للقراءة والاطلاع. إنها تكذبني يا مكتوب. بل هي من تخدعني يا مكتوب. هيا أخبراني بالمشكلة. إنها تقول إن هناك ذئباً كلم راعياً، هل هذا صحيح؟ نعم، هذا صحيح، ولم يكن الذئب فقط بل البقرة أيضاً أنطقها الله. أرأيت؟ لم أكن بخداعك. ما هذا الإحراج؟ هل أنت متأكد يا مكتوب مما تقول؟ نعم متأكد، كما أنا متأكد أنك تقفين أمامي الآن وتشعرين بالخجل وتريدين الهرب بأي شكل من هذا المأزق. من فضلك اصمت يا مكتوب، فالأمر لا يحتملك. مكتوب، هل من الممكن أن تخبرنا بالقصة؟ هل أخبرك بالقصة أنت أيضاً يا ياسمين؟ لأن سارة طلبت أن تحكي لنا القصة، احكيها ولا تسألني. حسناً، سأخبركما بالقصة، ولكن عليكما أن تبتسما لبعضكما أولاً. ابتسامة حقيقية من فضلكما. حسناً، لنبدأ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ثم أقبل على الناس فقال: بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها، فقالت: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث. فقال الناس: سبحان الله، أبقرة تتكلم؟ فقال: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، وما هما ثم. وبينما رجل في غنمه إذ عدا الذئب
فذهب منها بشاة، فطلب حتى كأنه استنقذها منه. فقال له الذئب: استنقذتها مني؟ فمن لها يوم السبع، يوم لا راعي لها غيري؟ فقال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم؟ قال: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، وما هما ثم. والآن أخبراني، ما الذي استفدتماه من هذه القصة؟ رأيت عظمة الله عز وجل في إنطاق الحيوانات، فهو قادر على أن يجعلها تنطق كما خلقها ولم تكن شيئاً. ورأيت مكانة سيدنا أبي بكر وعمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا رأيت أن القصة تخبرنا أن لكل مخلوق شيئاً خلق لأجله يجيد فعله، وهذا اتضح لي عندما قالت البقرة: إنما خلقنا للحرث. وتعلمت أيضاً أن الله كفل لكل خلقه الرزق. أحسنتما. وأحسنت أنت أيضاً يا مكتوب، وسيأتي يوم نتمكن فيه منك كما يتمكن السبع من الغنم، ونكتب على غلافك: الوداع يا مكتوب. كفى، اصمتي. هل هذا جزائي في النهاية؟ أحكي لكما قصة فتريدان أن تكتبا على غلافي: وداعا يا مكتوب، هيا اخرجا فورا من منزلي. حسناً، إن كانت وداعا يا مكتوب تضايقك، سنكتب على غلافك: الراحل الوفي مكتوب. هيا اخرجا الآن. مكتوب والأصدقاء. مكتوب والأصدقاء، والموعد واللقاء، يحكي المعنى كتاب من إلهام السماء. الحكمة في مدى، فلنسمع ما روى، ما أجمل ما حوى من أسرار الضياء. مكتوب والأصدقاء، يحكي سير الزمان وما بالماضي كان، هو شاهدنا العيان، فاسأل عما تشاء. يحكي سير الزمان وما بالماضي كان، وشاهدنا العيان، فاسأل عما تشاء. مكتوب والأصدقاء. مكتوب والأصدقاء، والموعد واللقاء، يحكي المعنى كتاب من إلهام السماء. مكتوب والأصدقاء، يروي للسامعين قول الهادي الأمين، ورسول العالمين وإمام الأنبياء. يروي للسامعين قول الهادي الأمين، ورسول العالمين وإمام الأنبياء. مكتوب والأصدقاء.